اللي وقع للبرازيل في 2014. العالم عمره ما ينسى. في داك النهار انتهت شي حاجة سميتها البرازيل. العالم كامل كان كيتسنى البرازيل ترفع الكأس فوق أرضها. الجمهور مهووس، الشوارع كلها مغطاة بالأصفر والأخضر. الناس كانت كتقول هاد العام مستحيل الكأس تخرج من البرازيل. وكان عندهم نجم عالمي، نيمار كان البطل ديال الشعب، والأمل كامل كان فوق كتافه. لكن قبل نصف النهائي ضد ألمانيا وقع الأسوأ. الماتش بدأ، الجمهور كيغني، الأجواء نار. لكن في الدقيقة 11 ألمانيا سجلت الهدف الأول. صمت خفيف في الملعب. الناس قالوا عادي غنرجو. لكن بعد دقائق فقط الهدف الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس. كل هذا قبل حتى توصل الدقيقة 30. اللاعبين البرازيليين ضاعوا. الجمهور بدأ يبكي، حتى الأطفال. فالتريبونات كانوا مصدومين، والمعلقين ما بقاوش لاقيين ما يقولوا. يا سلام يا سلام. في السوشيال ميديا العالم كامل كان كيكتب شنو واقع. ناس حسبوا النتيجة فيك. البرازيل أكبر منتخب في تاريخ الكرة كياكل 5 أهداف في نص ساعة وسط جمهوره، حتى الكاميرا بقات كتوري ناس كيبكيو. أما ألمانيا كانوا كيلعبوا كورة خيالية، تمريرات سريعة، هدوء، وكل فرصة جول. في الشوط الثاني البرازيل حاولت ترجع، لكن ألمانيا زادت أهداف أخرى حتى سال الماتش 7-1. من أكثر السكورات صدمة في تاريخ الرياضة كاملة. الجمهور خرج ساكت، اللاعبين بقوا كيبكيوا في الملعب، حتى الألمان ما احتفلوش بجنون، حين تحسوا أن اللي وقع كان قاسي بزاف. هذه الليلة تسمات مينيرادزو، يعني الكارثة الكبرى ديال البرازيل. من بعد هذه الليلة البرازيل عمرها ما بقات كيف كانت. لكن السؤال هو، واش يمكن شي منتخب يعيش صدمة أكبر من 7-1؟ إلا عجبكم الفيديو ديروا لايك وسبسكرايب باش نوصلوا أكثر قصص مونديالية.